السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الاقتصاد والجمال، رز بشعرية، ومعانا كده الحاجة كفتة اللي بدون رز. عارفين يعني ايه كفتة بدون رز مطبوخة بالصوص؟ تحفة يا جماعة. دي الكفتة المشوية اللي احنا بنجيبها بنشويها. اديكم زي ما انتم شايفينها. انا طبختها، انا قلت لا احنا هنشويها، وفي الاخر ما بتقطعش معانا، فقلت والله العظيم اللي انا هطبخها. اديكم شايفين متماسكه كيف، وشايفين الصوص بتاعها وطعمها زي الكباب الحله. اديها النص كيلو. شايفين طبق والله العظيم، والحله عليتها موجوده. وتعالوا نسمي بسم الله كده ونشوف عملنا الجمال والحلاوه دي كيف. ادينا بدأنا كده بيها بالصلصه، قلنا نسبك يا التجليه الاول. معانا كده سمن وزيت مع بعضيه مع البصله، ونزلنا بيه كده اهوات يا جماعه. وصلوا بينا على النبي، وما تحرمونيش من اللايك والاشتراك. معانا كمون، ومعانا فلفل اسود، معانا ولا جلوري، معانا ملح، معانا كزبره، معانا سن السكر. وبعد ما تصفر كده يا جماعه، احنا مش هنحطها دلوقتي علشان التوابل ما تتحركش معنا، وفيها كمون. انتوا عارفين الكمون ضعيف، ممكن يتحرك بسرعه. فاحنا لا، عندي لما خلاص البصله تستوي هننزل بايه؟ اللهم صل على النبي، التوابل عشان ما تمرش. خلاص احنا عرفنا اللي هي الريحه جميله يا جماعه. عرفنا اللي هي التوابل وما تتحطش الا ايه لما تكون البصله خلاص استوت. اديكم زي ما انتم شايفين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. احمرت كده البصله، هنطشها كده بشفشف الطماطم. واحنا بنطشها نصلي على النبي، نحط لايك ونحط الاشتراك. بنقول لكم هنا البلد يوكل مع دعاء، اقتصاد وتوفير هنا مش في اي حته تاني. اعذروني يا جماعه، حسي عندي برد فمتغير، فما تحرمونيش من اللايك والاشتراك. يعني عندي النت ضعيف وكله مردودال ان شاء الله. ادينا هدهن الطبق كده هواتي بايه؟ بالزيت. وهاتي دياتي انا جايباها من عند بتاع الكباب الكفته عادي كده انا جايباها كفته جاهزه، مش عاملاها انا، جايباها كفته جاهزه. بس انا اللي بطيبها غيرت فيها حاجات. ادينا هعمل فيها، اعملها كعريم او اعملها صوابع. هكعرم منها واعمل منها صوابع. هم حاطين لحمه، واللهم صل على اللي يشفع فيكم نسبه الدهون. يعني دهن حاطين، وحاطين اللهم صل على اللي يشفع فيكم بقسماطه والتوابل اللي انتوا عارفينها، والفلفل الاخضر. يعني ريحتها جميله وتحفه وتستاهل لايك واشتراك. انا قلت بدل مشويه يا جماعه، ديكم زي ما انتم شايفين بيت الشوي بتضمر معانا، فاهمين؟ عشان نسبه الدهون بتخليها بتضمر في الشوي، فما بردك ما بتعملش الكميه اللي احنا عملناها دياتي. ادي شايفين الصلصه الدهون طلعت منها كده. الصلصه دي لما اتسبكت وبقت طعمها شكلها حلو كده وطعمها رهيب. على فكره انا بحب اعمل الصلصه كده بتاعتي. شايفين كميه والله العظيم جميله، احسن ما كانت ما تتشوي. هتتغدوا بيها وان شاء الله هتفيد. يعني انا عملتها تحفه يا جماعه والله العظيم، طعمها عامل جاي الكباب الحله. هنزل بالكعاريم الاول ونصلي بينا على النبي. وما تحرمنيش من اللايك والاشتراك، عشان لما بقول لكم التوفير يبقى التوفير مع دودو. ونصلي بينا على النبي كده. حطينا الكعاريم وبعدين هنحط الصوابع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وبعدين هنحط الصوابع كده نغطسهم وهنسيبهم محدش يحرك الحله خالص، علشان انتوا عارفين اللي دي لحمه صافيه يا جماعه، اللي ممكن ايه وانتوا بتحركوها اثناء وانتوا بتحطوها اللي هي لسه ما غلتش، فهتفك. فاسيبوها تغلي كده براحتها. هي هيخشوا ببعضيهم التجليه بس كده وهنسيبها ونغطيها. وتعالوا قلنا نعمل ايه شويه رز كده مع بعضنا على السريع. معنا الشعريه كده حمرناها، حطينا سمن وزيت. بعد ما اتحمرت انا عملته كتير معاكم في القناه، بس انا قلت ايه اعمله كده على السريع كده معاكم. بس انا الاكله الاساسيه ايه؟ الحاجه كفته اللي هي مشويه بتاعه الشوي، بس احنا عملناها بالصوص وتحفه. ادينا نزلنا كده بالرز زي ما انتم شايفين. حطينا كده الرز وادينا هنشوحه وهنسيبه كده يحمر. حطينا ولا جلوري، وهنحط كده على كيلو الا ربع رز حطينا عليها معلقه ملح. وهنسيبهم كده هنحمرهم كده حوالين داير. بعد ما يخشوا للرز هنكون غاليين ميه مغليه من الكتل او ميه مغليه عادي، هننزل كده بيه علشان يستوي بسرعه. انا بحب اعمل الرز بالميه المغليه. كل واحد على حسب ما اتعود. انا متعوده اللي اعمله بالميه المغليه. والورق اللوري يا جماعه بيديله طعم كأن شوربه لحمه. في مرق الدجاج حطي بس. وادينا هطلع بعقل الصابع كالعاده. وبردك الوصفات بتاعت الرز موجوده عندي في القناه، بس ده عاملاه على السريع علشان انا وصفتي الحقيقيه الاساسيه اللي هي الحاجه كفته، اللي هي اللهم صل على يشفع فيكم
اللي هي مشويه، بس احنا اللي حولناها بالصوص وطبخناها وطلعت طعمها تحفه يا جماعه. والله العظيم كرات لحم جميله وتحفه. عاطيه ايدينا كده نوطي على الرز. وادي الشكل النهائي، شكل الرز النهائي، وشكل الكفته تحفه يا جماعه وبترهج رهج. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تحرمونيش من اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.